السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير يا رب ويا رب اللي تحط لي لايك وتعملي اشتراك في القناة يا ربنا يكبر بخاطركم يا رب في الايام ديت اللي احنا فيها. وبصوا احنا اخر الشهر والدنيا طبعا المصاريف بتكون متشطبة، فانا بتصرف ازاي بقى. انا اقول لكم انا بعمل ايه اخر الشهر وبكون مزنوقة في الفلوس والمصاريف. ب50 جنيه بس هشتري أكلة حلوة ومفيدة ومغذية الصراحة وبتشبع. أول حاجة أنا جبتها، جبت عدس أصفر، ده ب10 جنيه. أنا مش بعمله كله مرة واحدة، أنا باخد نصه بس ب5 جنيه. وجبت ربع رز، برضو ب6 جنيه. وشوية بطاطس محمرة لو عندك في البيت تحمرهم للعيال. وجبت 5 بيضات ب25 جنيه. وجبت ب10 جنيه بتنجان، دوت بتنجان اللي هو الرومي ده اللي بيتقلي بقليه. ودوت ب10 جنيه فلفل برضو عشان ادقه للبتنجان المقلي ده. وجبت كيلو برضو استفندي، ده بلدي، ده ب10 جنيه. أكلة جميلة وسريعة ومش مكلفة خالص وتنفع لميزانية آخر الشهر. بسم الله. أول حاجة هنزل بمعلقة سمنة اهي، وبصل، اول ما البصله تصفر بقى هنزل بالايه، بالعدس والرز. انا غسلتهم، احطهم بقى على البصله بعد ما تصفر. انا بعمل كميه مش كتير عشان احنا 3 بس افراد، انا ومنى واحمد ولادي، فما بعملش كميه كبيره. اول ما اصفرت اهي هنزل بالايه، بالرز والعدس. ودي الخلطه اللي انا عاملاها، ملح بكمون وفلفل اسمر طحناهم سوا. حط بس رشه كده. بتنجان بقى، انا بجيب البتنجانه اللي هي بتبقى ايه بقى، خفيفه وناعمه، تلاقيها كده ناعمه وبتلمع، دي بتبقى طازه. وبجيبها خفيفه عشان ما بتبقاش فيها بذر، يعني الخفيفه البتنجانه امسكها خفيفه كده، دي ما بتبقاش مليانه بذر، بتبقى طعمها جميل ولونها لامع كده من بره، ودي بتبقى طازه. بجيبها بقى وغسلتها من بره وقطعتها زي ما انتم شايفين كده، وبرش عليها شويه ملح عشان ايه، ما تشربش زيت. بسيبها مثلا ايه قبل ما تنزل ميتها، يعني ربع ساعه بالكتير، وبقليها بقى. البطاطس هي هنحمرها، والبيض اهو حطيناه هنسلقه. وديت تتبيله البتنجان المقلي، فلفل وليمون وتوم، فلفل حراق وفلفل وخل. هدقهم في الهون وارجع لكم. ودوت الشكل النهائي، البيض المدحرج، بطاطس محمره والبتنجان والطماطم المخللين، وادي الكشري العدس الاصفر، وبألف هنا وشفا.